اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلامة. جايه لكم النهارده في فيديو جديد بجد تحفة وجميل، يستاهل منكم شير للفيديو وتشجيع منكم حبايب قلبي. بجد حلو قوي، وطريقة الفراخ الجميلة بشوي وطريقة جميلة وحشو جميل، بجد تحفة هتعجبكم. تستاهل بقى منكم حبايب قلبي بجد تشجيعة. بصوا كده الجمال، انا حاشيه الفرخه من جوه حبايب قلبي بصل بالتوابل بتاعتها، بجد تحفه، طريقه جميله جدا هتعجبكم. لو عجبتكم حبايب قلبي ما تنسونيش اللايك اللي بيرفع الفيديو. بصوا كده الجمال والحلاوه، بجد تحفه جميل جدا. يلا بقى كده نسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونخش على الوصفة الجميلة والصينية اللي اتعملت معانا في 10 دقايق، بجد ما خدتش مننا وقت خالص، جميلة جدا وتنفعنا في العزومات يا حبايب قلبي، بجد حلوة قوي، مش هتاخد مننا اي وقت خالص، وكون مجهزينها معانا. يلا كده نسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نخش على الوصفة بتاعتنا. معايا قدام حضراتكم كده فرخة متوسطة الحجم، معايا الخضار بصل جزر بطاطس فلفل مقطعاه، معايا الطماطم مهروسة، معايا ملح عليها. انا قطع كده الفرخة من سلسلة الظهر زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. التوابل بتاعتنا فلفل اسمر بابريكا توابل مشكلة قرفة كمون كزبرة، بس كده انا مقطعه بقى مخرطه بصل كده زي ما انتم شايفين، رشه من الفلفل، رشه من الملح، ورشه من الشطه، والشطه حسب الرغبه. انا فاصله الجلد عن اللحم بتاع الفرخه حبايب قلبي. هننزل بالخضار ده وهوريكم بقى شويه البصل اللي انا مقطعاهم في جنب دول هنعمل بيهم ايه مع بعض. قدام حضراتكم كده انا بوزع الخضار كله في الصينيه قبل ما احط بقى الطماطم ديت. هجيب التوابل بتاعتنا الجميله ديت، هننزل كده على الطماطم وهنقلبها لغايه اما التوابل تختفي زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. طبعا ما التوابل تختفي حبايب قلبي هنزل بقطعه من الزبده الفلاحي او السمنه البلدي، وشويه زيت، وهنظبط الملح مع بعض زي ما انتم شايفين. جميل جدا بجد، الزبدة البلدي بتودي لنا الصينية في مكان تاني خالص. طبعا كل اللي جربها هيقولك طبعا على الطريقة بتاعتها جميلة جدا، والطعم بيبقى حكاية. هسيب بقى شوية من المحلول او الصلصة ديت، هندهن بقى الفرخة وهوريكم كده، وهنمشي واحدة واحدة. هقلب بقى الصينية مع بعض او الخضار كله كده بقى مع بعضه. هنركن بقى الصينيه ديت، هجيب بقى الفرخه هحشيها كده. انا كنت فاصله يا حبايب قلبي الجلد عن اللحمه عشان خاطر احشي بقى البصل اللي انا قلت لكم عليه ده، هنحشي بيه الفرخه من جوه، هيدينا طعم الشوي بجد تحفه، وبيخلينا طريقه الفراخ بطريقه بطعم جميل جدا، وطريقتها جميله جدا، بيخلينا بقى الفرخه بقى في مكان تاني خالص جميل جدا. هجيب بقى الصلصه ديت، هنقوم دهنين الفرخه من فوق كده من عند الجلد كده، هنشبعها خالص عشان تاخد بقى من طعم التوابل دي، بتدينا طعم جميل جدا. هقوم قلبها بقى من بطن الفرخة كده، طبعا لازم بقى عشان تبقى طعمها جميل جدا. هخلصها واقوم حطها على وش الصينية حبايب قلبي، وفي التوقيت ده حبايب قلبي كنت مولعة الفرن على 180 درجة، هتستوي الفرخة بتاعتنا او صينية البطاطس ديت تستوي من تحت، وهنرفعها على النار. بس هو قبل ما هدخلها حباب قلبي ورق زبدة حباب قلبي زي ما انتم شايفين. بصوا شكل الصينية قبل ما تخش الفرن جميلة جدا. ورق زبدة بقى وورق ألمونيوم هغطيها تاخد تستوي بقى وتاخد لون من فوق من الشواية. بصوا كده الجمال والحلاوة، الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله بجد. صينية مشرفة، صينية بجد جميلة، هي بتتكلم عن نفسها حباب قلبي، مش محتاجة أي كلام. بجد الوصفة بجد جميلة جدا، هتعجبكم طريقتي الجميلة السهلة البسيطة، تحفة جميلة جدا. تستاهل منكم حباب قلبي لايكات، واللايك اللي بيرفع الفيديو، وتشجعوني حباب قلبي. المشاهدات نازلة اليومين دول، بجد شجعوني نشجع بعضنا، وكل سنة وانتم طيبين. جميلة جدا هتنفعنا في العزومات يا حباب قلبي، بجد صينية مشرفة بجد جميلة جدا، حاجة كده فاخر من الآخر. كل اللي هيدوق حبيب قلبي هيقولك تسلم ايدك يا ست الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.